نلتقي الآن مع صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم. أمير الوليد، نسألك حول هذه المباراة، كيف تنظر لها من خلال رؤيتك الفنية، وأيضا نريد تسليط الضوء على الطابع التنافسي بين الفريقين الكبيرين الاتحاد والهلال. والله لا شك ان المباراة هذه اليوم بتمثل قمة الكرة السعودية بالنسبة لهالسنة، لأن فعلا الاتحاد والهلال كانوا أفضل الفرق الموجودين بهالموسم، أدوا أداء رائع فنيا، يستاهلوا أنهم يتواجدون في المباراة هذه. بإذن الله أنهم يمتعونا في مباراة يعني تملأ عطش الجمهور الموجود هذا كله والمشاهدين طبعا، وبإذن الله أنها بس تطلع المستوى اللي احنا نطمع فيه يعني. لمصلحة الكرة السعودية، هل يكون هناك تتويج ثلاثي للاتحاد ويعمل رقم تاريخي غير مسبوق وبالتالي يحفز الفرق الأخرى للتنافس، أم أنه يفوز الهلال حتى لا يحتكر فريق واحد البطولات؟ رأيكم؟ والله أنا ما أعتقد أن الاحتكار بيكون من مصلحة الكرة السعودية عموما، فلذلك إذا كان في فائدة نتمنى أن الهلال يأخذها على أساس أنها تتنوع البطولات. احنا دائم بالسعودية نقول أن القاعدة عندنا عريضة، البطولات تتنوع بالأندية، فمو بزين أن يجي نادي ويأخذ البطولات الثلاث كلها. ولو أن فنيا أنا أتوقع أن الاتحاد أفضل المستوى من الهلال، لكن أنا ما أتمناها لمصلحة الكرة السعودية وعشان التمثيل الخارجي اللي بيجي إن شاء الله بعد سنتين. وحتى لا تتهم، يعني لابد أن نشير أنك تتوقع فوز الاتحاد. لا إن شاء الله اتهام، أنا أكبر من كذا، وإن شاء الله المشاهدين كلهم يعرفون هالشيء، ما في حزازات بالنفس، وإن شاء الله أن هالشيء يعني يصير عند الموجودين كلهم أو المشاهدين كلهم. أمير وليد، شكرا جزيلا. الله يطول بعمرك، شكرا. أعزائي المشاهدين.